السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. ان شاء الله غنحضروا السفنج كما كتشوفوا، سفنج بلدي في الدار. وغنجيو المقادير اللي هي بسيطه، عباره على 2 زلايف ديال الدقيق بيض نوعيه جيده، غنحتاجو معلقه ونص كبار ديال الخميره حبيبات ديال الخبز، ومعلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، وباكيه ديال الخميره ديال الحلويات كما كتشوفوا 8 غرام. وغنحتاجو الماء دافي للعجينه، واهم شيء كما كنعرفوا في السفنج هو الدليك، تكون العجينه مدلوكه مزيان. وتيبقى على حسب الاختيار، ممكن ديري كيلو، ديري كتر ديال الدقيق. ونستمروا حتى نجمعوا العجينه. كما كتشوفوا العجينه ديالنا مطلوقه، وكندلكوها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. ونحطوها تخمر ونرجعوا نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا العجينه ديالنا كتجي مدلوكه على هذا الشكل حتى تيطلعوا هاد الفقاعات، وكنجمعوها ونخليوها تخمر. كما كتشوفوا من بعد ما خمرات العجينه ديالنا دات منا ساعه المكانه، وهو كل ما خمر كيكون مزيان. حاولوا نجمعوا العجينه باش مبقاوش في هذوك الفقاعات. ونشكلوها على كويرات. كما كتشوفوا من بعد قبل ما كيدخل فيها الطياب كنخوض الكاسرونه اللي عامره بالزيت، ولو كنشكلوها يعني خصنا نتحكموا فيها بيدينا. من الاحسن تكون ناقصه البوطه اللي فيها الزيت قليل.
غنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا السفنج ديالنا. كما كتشوفوا حنا غاديين مع العجينه ديالنا، كل ما خمارت وكل ما طرخات كتجي حسن. حنا غاديين على هذا الشكل كما كتشوفوا، طبعا مع واحد البراد ديال اتاي. كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال السفنج ديالنا اللي كيجي خفيف ظريف وما كياخذش منا شي وقت طويل، طبعا من غير الاختمار، ديك الساعه ديال الاختمار وصافي. ايوا مع واحد الكاس داتاي كما كتشوفوا معنا كيجي خفيف وخاوي من الداخل بحال اللي كناخذو من على برا. وشهية طيبه وبالصحه والراحه، وتنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.